في الفترة دي كل رواد مواقع التواصل بيتكلموا عن زواج مامون سوار الذهب أو زوجة مامون سوار الذهب بشكل خاص، والغيرة اللي تملكت معجبات مأمون سواء لجمالها الفاتن كما ترى بعضهن أو من تقول أنها أجمل من تلك التي تزوجها. وفي اللي انصدموا بمأمون الخلى عروسته تظهر بالصورة دي. مأمون المحترم جدا كيف يخلي عروسته تظهر متبرجة؟ طبيعي جدا يا عزيزي، زول فنان وفنان مشهور زواجه يلقى حضور وتغطيات إعلامية، بس ما طبيعي زوجة هذا الشاب الخلوق تظهر بشكل عار. مامون ده من الفنانين اللي بحبهم جدا لدرجة اني قبل 4 سنة اتصورت معاه الكهرباء كانت قاطعة. دي قالت راجل ما بيتباهى بيك بيتبوبر بيك زي مامون اوعيك تعرسي. انا معاك لحد ما مامون كان بيتبوبر بالدبلة وكان بمغرس في معجباته، بس ده كله من غير ما تظهر معاه خطيبته او زوجته الان. مامون يا السمحة مغني، يعني شغلت القروش ذاتها، وزيادة على ده كله اتولد داخل أسرة ميسورة الحال، يعني من قام أموره طيبة عشان ما تعيشي وتعيشي اللي حواليك الأحلام الوردية، وده حتى لو كان من باب الدعابة. الإنسان الجميل أحمد أبا ظافر رد عليها بقصة جميلة جدا لمعاذ ابن جبل. سيدنا معاذ كانت في يد زوجته تفاحة أكلت منها جزء، فنظر لها الخادم فقامت ادت له. سيدنا معاذ غار غيرة شديدة فضربها ضربة غيرة وأخذ التفاحة من الخادم. الكلام ده كله عشان شنو؟ خوفا أن يجد الخادم ريح يد زوجته على التفاحة فيشتهيها. الرد الجميل ده لقى كمية من الردود الجميلة. هدى محمد قالت أنا واحدة من الناس ما ملتزمة شديد وما أنصار سنة، لكن بحب الراجل الغيور وبيلفت نظري وبحترمه جدا، وما بحب الراجل اللي بيعرض مرته للناس. حتى بحكم شغل لما تجينا عروس فستانة مقفل وساتر بتعجبني، بعكس اللي بتجي فستانة كاشف جسمها. ولما نقول كده لصحباتي وبنات مجتمعي بيقول لي انت إنسانة معقدة أو قديمة والناس اتطوروا وكل دول واثق، ودي حرية شخصية. بقيت بسكت وخشمي عندي، وكل شاهن معلقة من عرقوبها وربنا يهدينا جميعا. مناسك قالت تعليق جميل، ده الشي الوحيد اللي ما بيقدروا يقولوا عليه أي زول يسوي البريحه ومالكن مال الناس، لأنه عيب شديد ربنا يهدينا. ونكتفي بتعليق إلاف قالت الحرب دي ما أدبتنا كشعب. عشان كده نصيحة للأخوات، الزول اللي يتقدم لك ده أو اللي حيبقى راجل بيتقدم، أول شيء تحمد ربك على الحاجة دي. تاني حاجة الحب عمره ما بالمظاهر، قدر اللي عنده أقبلي لأنه الحاجة دي فيها بركة، ولو عنده كتير البيت أولى بيها تنفعكم في المعيشة بدل ما تروح عشان الناس. ولحد هنا الحلقة انتهت، أشوفكم في الجاية. لو ما مشترك اشترك وفعل الجرس ودمتم سالمين.